حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن واحد من أجمل المسلسلات الكورية اللي شفتها في حياتي، مسلسل ماي مستر أو عزيز الأجاشي. أحلى ما في المسلسل ده إنه ليه عالم خاص كده جميل وجذاب وعذب، تحس بالراحة والهدوء بالرغم من كل الاسترس والتوتر اللي موجود في الأحداث. مش كتير الأعمال اللي اتفرجت عليها في كوريا اللي بتتكلم عن المشاكل الاجتماعية بالعمق ده وبالإنسانية المبالغ فيها قوي دي، وفي الغالب لما العمل بيبقى واخد النهج ده بيبقى في أغلب أوقاته ممل شوية. لكن على العكس في مسلسلنا، المسلسل من أول لحظة لحد ما بينتهي وهو بيجري بسرعة الصاروخ لدرجة إن أنا ما كنتش عارف أوقف الحلقات أصلا. الصراع بيبدأ لما البطل بيتحط في ظروف صعبة جدا وبيضطر إنه يقبل رشوة أو كان هيقبلها، والرشوة دي بتتسرق عن طريق البطلة تلعب دورها آيو. تعالوا نقف هنا ونتكلم عن شخصية آيو شوية، لأن هي من أول حلقة للحلقة الخامسة مثلا إيه ده، كم الصنعة في الكتابة والإبهار إن أكره الشخصية دي من أول ما أشوفها. شخصية جامدة جدا، عنيفة، أكنها قطة شوارع ما شافتش يوم آمن في حياتها. كل تصرفاتها أنانية، عايزة طول الوقت تضمن لنفسها أكل شرب، مش فارق معاها رد فعل حد، ما بتتعاطفش، ما بتنفعلش. شخصية فعلا تبان لأول وهلة كده إن هي كريهة وما ينفعش إن هي تبقى بطلة. لكن مع كل مشهد بننغمس فيه مع الكاركتر ده بتلاقي نفسك بالرغم ان انت كارهها. انا اول مشهد شفتها بتتضرب فيه من الولد اللي كان مضايقنها وطول الوقت بيضايقها وبيتنمر عليها وبيعذبها يعني بشكل او باخر، كنت مبسوط فيها. اللي هو شخصية فعلا مبنية او بتتقدم من اول مشهد ليها ان هي تستحق ده. لكن بمجرد بقى ما بتبتدي تخش تشوف حياتها مع جدتها، مع معاناتها مع الفقر، مع الظروف اللي نشأت فيها والجريمة اللي اتورطت فيها او اضطرت تعملها عشان تدافع عن جدتها وعن نفسها، تتعاطف معاها وتحبها بالتدريج لدرجة ان انت هتنسى كل اللي بيحصل في المسلسل وهتبقى بالنسبة لك الشخصية دي هي المحور بتاعك. بالرغم ان البطل قصته اقوى بكتير وقصته مؤثرة لدرجة ان هتغيرها بالتدريج. يعني هي المفروض بتتقاطع الطرق بينها وبين البطل، ان هي سرقته ورجعت الفلوس اللي سرقتها